السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا هلا والله وسهلا. بإذن الله اليوم فيه كم شرح، أشياء بسيطة متجزأة، فحبيت أنها تكون بشرح واحد. في أشياء بالكبوت غالبا الناس تجهلها. أشياء تحت السيارة اللي هو عمود الكردان، وشلون في خراب له، أنا راح أشرحه بإذن الله الآن. وشيء متعلق بالشنطة. أول شيء نبدأ بعمود الكردان اللي هو الجزء الواصل بين الفليور والجير. العمود الكردان هذا هو اللي يحرك السيارة من الخلف، هي الحديدة للدور ماسكة بالجير والفليور. بالنسبة لعمود الكردان فيه خرابات تكون عمود الكردان، فما تتوقع أو تتصور أنه تكون من عمود الكردان هذا الخراب. ففي بعض الأشياء راح أوضحها عشان إذا حصل لك هالمشكلة، إذا حصلت لك هالمشكلة أو المشكلتين تعرف أنها من عمود الكردان وتروح مباشرة أنت تصلحها بيدك وغير مكلفة. بشرح المشاكل اللي ناتجة عن عمود الكردان. المشكلة الأولى، إذا حسيت برجة وانت ماشي من 60 70 إلى 100، تحس أن السيارة كلها ترج كذا، تحس أن السيارة ما هي برجة كفرات، رجة كل السيارة ترج. شيك على عمود الكردان إذا حسيت بالخرب هذا، ممكن من الصليبات، ممكن من الجلب اللي ماسكة بعمود الكردان. هذه من الخربات اللي يسويها عمود الكردان. طبعا لو تروح لأي ميكانيكي ممكن تطلع لك إياها مباشرة. الخراب الثاني والظاهر للجميع، أغلب الناس ممكن تطلع لها الخراب هذا، هو الله يعطيكم العافية. لو حسيت وانت مثلا وقفت عند إشارة ورفعت رجلك من الفرامل، حسيت انه واحد كأنه صدمك من ورا، او ان احد دقك من ورا، حسيت انه في احد ضربك من ورا، تحس كذا بضربة خفيفة من ورا بعد الفرامل، بعد ما توقف تحس بالمشكلة هذه مباشرة شحم عمود الكردان. عمود الكردان فيه مشاحم من الأمام ومن الخلف، تروح المشحمة تقول شحم لعمود الكردان وبإذن الله تختفي. والمشكلة هذه أغلب السيارات التوماتيك أغلبها تطلع فيها المشكلة هذه. وأيضا من مشاكل عمود الكردان يكون فيه فضاء، وبعض المرات يكون نفس الصليب خربان، إذا مشيت تحزن بطقة، في صوت طقة. وشلون تعرف أن الطقة هذه بعمود الكردان؟ حط آر ودعس، حط دي ودعس، إذا سمعت طقة بالثنتين أعرف أنه من عمود الكردان. الخراب يصير من الصليبات اللي بعمود الكردان، تغير الصليبات وبإذن الله تروح المشكلة هذه.